أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سي سبورت. نتكلم في هذا الفيديو عن آخر أخبار النادي الملكي بخصوص صفقة انتقال اللاعب الوسط الإسباني رودري إلى النادي الملكي. حتى هذه اللحظة ما زال نادي ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع نجم خط الوسط الإسباني وبطل كأس العالم مع المنتخب الإسباني رودري، اللاعب الذي أبدى رغبته بشدة بالانتقال إلى النادي الملكي. بحسب التقارير الواردة من إنجلترا فإن إدارة مانشستر سيتي تقيم رودري بمبلغ أكثر من 50 مليون يورو، كما أنها تفضل الاحتفاظ في اللاعب في حال عدم تجديد عقده. لكن اللاعب أبدى رغبته وأبلغ النادي برغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد. النادي الملكي حتى الآن يواصل المفاوضات مع نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع نجم خط الوسط الإسباني، ويواصل أيضا الاتصالات مع اللاعب أبدى رغبته بالانتقال إلى النادي الملكي والموافقة المبدئية على الانتقال في انتظار موافقة النادي. كما تعلمون أعزائي المشاهدين عقد رودري ينتهي مع نادي مانشستر سيتي بصيف 2027. النادي الإنجليزي يرفض حاليا بيعه بهذا المبلغ، بمبلغ أقل من 50 مليون يورو، ويطلب أكثر من 50 مليون يورو لبيع عقد اللاعب. أيضا النادي حتى هذه اللحظة ممكن أن يتراجع عن قراره في حال التعاقد مع أيوب بوعدي لاعب الوسط المغربي. في حال التعاقد معه فإن نادي مانشستر سيتي قد يسهل رحيل رودري إلى ريال مدريد. كما نذكر أعزائي المشاهدين لا يوجد تعنت من نادي ريال مدريد عفوا من نادي مانشستر سيتي في انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، لكن حتى اللحظة يحاول مانشستر سيتي إيجاد البديل أولًا لرودري ثم بيع اللاعب للنادي الملكي، خاصة أعزائي المشاهدين أن اللاعب يضغط وبقوة من أجل الانتقال إلى نادي ريال مدريد، ورغبة اللاعب واضحة من البداية هي الانتقال إلى النادي الملكي. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا الفيديو. قبل الختام نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنتم غير مشتركين.